شاب عمره في 20 طيب. و25 سنة يعني. طيب خليني حترك لك الدكتور فهد الغفيلي فرصة المواصلة عن نجم موهوب، عن نجم قدم نفسه بشكل متميز جدا، أحمد الفريدي. أحمد مساء الخير. أولا أشكرك في طاولة إرسال، أنه في أكثر من مناسبة عندما نبحث عنك، نبحث عن المعلومة اللي تخصك نلقاك. مساء النور، السلام عليكم. الله عليكم يعطيك السلام. العافية حبيبي ماجد. أنا والله صراحة ما كنت متابع البرنامج، أنا أصلا ما أتابع في والموسم شغال، فما بالك وقت إجازتي. فلما شفت الرسالة جات منك وقبلها جاني اتصال من أحد الشباب قال لي ترى في كلام عنك في برنامج إرسال. الله يحييك. طيب كابتن، بس أسألك سؤال بشكل مباشر. اليوم مش في برنامج إرسال، لو تتابع الصحافة الرياضية الورقية اليوم كلها اتفقت على أنه أنت طلبت مهلة 3 أسابيع. حديث لك في الاقتصادية أنك قلت أني أنا مليت وبقفل جوالي، تشبعت من الوسط الرياضي. الكلام على أنه تبقى في الهلال أو ترحل إلى محطة أخرى. تفضل كابتن. طبعا بعد مباراة بني ياسر دور 16 في آسيا كلمني الأمير أساس إنه يجتمع معي. رحت له البيت، جلست معه، ناقشنا في موضوع استمرار، مو موضوع مسألة إنه عقد والله وكم تبغى وكم ما يقدم النادي عرض. طرحت فكرتي للأمير، الأمير طرح فكرته، يعني فحاول إنه يعني يستفيد من الاجتماع هذا بشيء. فذكرت إنه قلت له إنه يعني هذه فترة إجازة وأعطيني مهلة 3 أسابيع أفكر في الموضوع. نعم. وأشوف الاتصالات كثرت علي أنا بالذات بعد المباراة، فحاولت إني يعني بقدر المستطاع أبعد بإني أقفل جوالي أو إني أبعد عن الوسط الرياضي. طيب كابتن، ما وصلت أنت والأمير عبد الرحمن بن مساعد أمس في اجتماعكم إلى الحديث عن تفاصيل مادية تخص العقد؟ لا، احنا ما وصلنا لهذا الشيء. انا ذكرت له انه والله انا لي طموح يعني في الهلال. اتوقع اني اذا انا كلاعب الاهداف اللي عندي اخذتها من نادي الهلال خلاص انا كذا اكتفيت، يعني ما اقدر اعطي الهلال اكثر من كذا. انا باقي لي بطولة اسيا، أنا ودي أحققها مع كأس آسيا، ودي أحققها مع الهلال. نعم. كانت رغبتي إنه والله إذا حققت آسيا إنه ممكن عدم الاستمرار في الهلال أو في السعودية كلها. نعم. هذا طبعا شيء رفض الأمير رفض تام. قال ما زال يعني ما إذا استمريت أنا في الهلال لمدة 4 سنين لابد إنك أنت تستمر معي 4 سنين. طبعا جميل. يعني انا يوم ذكر لي هذا الشيء والله قلت له انا ما عندي مشكله انا اوقع معك لمده 4 سنين، لكن في داخلي انه ما في شيء اقدمه للهلال. انا ارغب في الاستمرار في الهلال، اعرف الاستقرار الاداري والمحيط، يعني محيط النادي كله داخليا وخارجيا، انه والله الامور دائما ما تكون مستقره شيء تعرفه احسن من شيء ما تعرفه، تروح النادي ثاني وانت ما انت عارف الاوضاع هناك فيها ايش. بعد الكلام هذا ذكرت له انه انا ابغى فتره 3 أسابيع افكر في الموضوع هذا، وان شاء الله يكون بيننا تواصل، يعني ان شاء الله انه يفيد الطرفين باذن الله. طيب ابو عمر، اذا كنت ترى بانه يعني ودك تحقق مع الهلال دوري ابطال اسيا وبعد كذا تبحث عن نفسك ربما خارجيا، في أشياء يعني خلت الفريدي يتوصل إلى هذه القناعة من خلال نادي الهلال، ولا أنت تقصد الكرة السعودية ككل تريد أن تنطلق خارجيا مثل ما انطلق أسامة مثلا؟ أنا ذكرت في عقدي السابق وقت المفاوضات، نعم، إنه يكون مدة العقد 3 سنين، بحيث إنه والله أنا راسم هدف لي، أنا بعد 3 سنين ممكن أعطي شيء ثاني لنادي آخر أو انتقل للاحتراف خارجيا. طبعا كان في مفاوضات انه على 4 سنين. ذكرت لهم هذا الشيء، ذكرت انه بعد 4 سنين ترى ممكن ما اجدد مع النادي، لانه لي اهداف اذا حققتها خلاص، يعني ما راح اعطي اكثر من الشيء هذا. انا حققت كل البطولات لله الحمد، باقي دوري ابطال اسيا خلال 5 سنين 8 بطولات، هذا شيء كبير. اتوقع في اي نادي ثاني ما ممكن تحصل
العدد الكبير من البطولات في خلال سنوات قصيرة. أنا كما ذكرت عندي أهداف ودي إني أحققها في الهلال، وما أدري إيش الكلمة اللي ممكن ترضي الناس كلهم، إني والله ممكن أبعد أنا عن الهلال سواء داخليا أو خارجيا، لكن أنا أفضل خارجيا. طيب أبو عمر، هل في موجود داخل النادي أسباب تدفع الفريدي إلى أنه يفكر أن ينتقل من نادي الهلال، ولا فقط هو ترى بأنك كل اللي تقدر تقدمه لهذا النادي قدمته وعشان كذا تريد التغيير؟ أنا أشوف إني قدمت كل شيء عندي للهلال. ممكن إني أنا إذا استمريت يكون قرار خاطئ مني، ممكن. نعم. ليش كابتن ليش؟ لأنه يعني ما عندي أشياء، ما في بالي شيء ممكن أقدمه، أو في حاجة ممكن ما حصلت عليها بحصل عليها. فأتوقع إنه أنا اكتفيت بالمرحلة هذه، باقي 6 شهور. أتمنى إنه يعني أنا برغبتي والله إذا كان في إدارة مثل إدارة الهلال في أي نادي سعودي أنا لا أتردد إني أنتقل لها، بس ما أتوقع إنه في إدارة محنكة رئاسة الأمير عبد الرحمن بن ساعد ونائبه الأمير نواف بن ساعد تجعل مجال يعني في. طيب هذه أحمد، كل هذه المعطيات مع الإدارة في أشياء خاطئة، في أشياء ما هي صحيحة حصلت في النادي. فأنا أتمنى بكل صراحة إنه يعني ما أقدر أكمل، خليها بعدين هذه. طيب أبو عمر، إذا كانت هذه المعطيات موجودة، إدارة ممتازة ما راح تلاقيها في أي نادي، ليش ما تستمر أبو عمر؟ وأنا كما ذكرت إنه والله ما أبغى أجلس وأكون عالة على الفريق. ما أتوقع أنك يعني حتكون عالة بنجوميتك ما شاء الله عليك. ما في شيء تقدمه خلاص. طيب أنت لما ماجد حبيبي، لما تكون في برنامج قدمت الشيء اللي عندك مدة 5 و6 سنين، ودك في شيء تجديد، ودك تغير في المكان عشان تعطي. كأنك حاس فيني. طيب طيب آخر ناحية كابتن، آخر ناحية، يضحك عبد العزيز الليعي، آخر ناحية كابتن، بصراحة سلطان البلوي وكيل أعمالك، هل يوجد في ملفك الآن لدى سلطان البلوي عروض من أندية محلية توصل عددها إلى 3 أندية؟ طبعا أنا كلمت الأستاذ سلطان أبو حمدان، ذكرت له إنه مستحيل أقدم أي عرض لأي نادي خارج على الهلال. أنا ما زلت إني أقول إنه ممكن أستمر في الهلال، وأمنية لي إني أستمر وإني أجلس في الهلال وأحقق بطولات أكثر. أي عرض سواء خارجي أو داخلي كلمت فيه إنه ما يعطيني أي عرض حتى أدخل 6 شهور. في خلال هذه الأيام الشهرين المتبقية على 6 شهور أنا راح أجلس مع رئيس النادي، حتناقش موضوع العقد، ممكن تصير أمور إيجابية وننهي الموضوع قبل 6 شهور. جميل. أنا شاكر لك أحمد الفريدي، ممنون لك أبو عمر للمرة الثانية، وفي وسط إشكاليات كبيرة ربما مريت فيها في مرحلة ماضية، كان هناك سوء فهم بينك وبين النادي، كنت خصيت إرسال، اليوم تخص إرسال. أشكر لك تواصلك مع برنامج إرسال، أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. شكرا لك، يعطيك العافية. كيف تعلق الدكتور على كل